يقول أبو نصر يا الهاجس من بحر العذب والزاخر، حرك لي اسطولي البحري وحرك أمواج ثيارة، مني ومن لسن أبو يسري وباسم أبو هيله العامري، سجل قصيدة ووجهها بسكود ذي عابر القارة. سلام لازق كرش يوصل منا الخيرة بني عامر، خص المشايخ مع العقال وعيانها قوم كرارة. هذه القصيدة مهداة من جلال العامري وساري العامري وأبو هيله العامري إلى قبائل العامري زيق خرش. يقول أبو ناصر يا الهاجس بحري العذب والزاخر، حرك لي اسطولي البحري وحرك أمواج ثيارة، مني ومن لسن أبو يسري وباسم أبو هيله العامري، سجل قصيدة ووجهها بسكوت ذي عابر القارة. سلام لازق كرش يوصل منا لخيرات بني عامر، خص المشايخ مع العقال وعيانها قوم كرارة، وعنهم الشيخ أبو همام معروف في قرنه العصر، ابن العميد الذهب عبده سرقال حي الله اخباره. عشت وعاشت قبايلنا في ماضي الدهر والحاضر، عشنا قبايل وسمعتنا بالعز كالمزن مطارة، ذي هو قبيلة على راسه يعلى على العين والناظر، هو صاحبي هو دفا جنبي في ساعة السلم والغارة، وناكر المعرفة ما حد يا صاحب لأنه فاتر، ذي ما معه معرفة سيبه وفلته يلعن أفكاره، الجلد له قدر في قلبي دمه قبيلة عسر سابر، لو يطلب الروح لأعطيها وأكون واحد من أنصاره. والفصل ما هوش لي صاحب ما دام للمعرفة ناكر، لا صاح لي قلت له يبشر ونصحت له يرسل اعذاره، القبيلة هي قضيتنا هي منبع المجد والاخر، واحنا عليها تربينا كل بها خط مشواره، هي القضية الاساسية في المجتمع نجمها قاهر، ما بستطيع انها استغني في وقت عيره ومعياره، القبيلة عندنا مبدأ من صانها عاش متفاخر، في اصل الايمان والحكمة في شعب معروف باشعاره. ومن تركها أو أهملها في المجتمع يعتبر قاصر، هي غالية من تجاهلها وهانها قل مقداره، يا صحابنا يا بني عمي بعتز فيكم وبفاخر، والقبيلة لا تسيبوها من سابها ضاعت أخباره، واختم كلامي وقفاني واذكر نبي الله الطاهر، يا رب صل على طه بالهدى شاعت انواره.